السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وبحلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن الفنان الممثل المصري اسمه مصطفى الخضري. مصطفى الخضري هو ممثل تلفزيوني، بدأ مشواره الفني في السبعينات وأدى العديد من الأدوار الثانوية في السهرات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية، كما عمل في عدد قليل من الأفلام السينمائية، وأدى دور اليهودي والجاسوس ورجل الأعمال والطبيب. مصطفى الخضري من مواليد 10 يوليو عام 1933 كما هو مدون على مواقع الإنترنت. مسجل ليه أكثر من 120 عمل فني شارك فيهم، منهم عدة سهرات تلفزيونية وهنذكر بعض أعماله. شارك في أفلام الزائر الغريب عام 1975 وفيلم ريال فضة عام 1985، فيلم المجنون عام 1988، أيضا فيلم النصاب والكلاب عام 1990، فيلم نص دستة مجانين عام 1991، وفيلم عصر القوة في عام 1991. أما بعض المسلسلات اللي شارك فيها: في عام 2012 مسلسل نار والطين، وفي عام 2007 مسلسل حسبه منه، ومسلسل اختطاف عام 2003، ومسلسل رياح الماضي عام 2003 أيضا، ومسلسل إمام الدعاء عام 2002، ومسلسل الوتد عام 1996، مسلسل أرض النعام عام 1994. أما في عام 1993 شارك في مسلسل أبرياء في المصيد، وفي عام 1992 في مسلسل رأفت الهجان، ومسلسل لو يعود الزمان ده كان عام 1988، ومسلسل الرحلة عام 1985، ومسلسل حكايات هو وهي أيضا عام 1985. أما في عام 1980 فشارك في المسلسل الشهير دموع في عيون وقح، وفي عام 1977 شارك في مسلسل الغربة. كنا نتحدث عن الممثل المصري مصطفى الخضري. مصطفى الخضري من مواليد 10 يوليو عام 1933. مصطفى الخضري وممثلين زمان ونجومنا الخالدين.